ثلاثون لاعبا محليا نالوا ثقة الناخب الوطني الهولندي بيم فيربيك استعدادا للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الأولمبي بنظيره الغامبي يوم 8 أكتوبر القادم على أرضية ملعب الكبير لمدينة طنجة، وذلك استعدادا لدور المجموعتين للتصفية الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية لندن 2012 والمقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة ما بين 26 نوفمبر و30 دجنبر المقبلين. عدم إدراج موعد مواجهة غامبيا ضمن أجندة الفيفا غيب اللاعبين المحترفين وأعطى الفرصة للاعبين محليين سيشاركون لأول مرة رفقة المنتخب الأولمبي. الأمر يتعلق بلاعب حسنية أكادير سمير حجي وياسر جاريسي من اتحاد المحمدية ولاعب الجمعية السلوية أيس العيش طارق، إضافة إلى لاعبين فرض اسميهما في دوري الدرجة الأولى وهما زكريا الشعباني لاعب الرجاء الرياضي وصانع ألعاب المغرب التطواني زيد الكروش. مباراة ودية جديدة من شأنها أن تمنح بيم فيربيك فرصة الاختيار والتمعن في تركيبة المنتخب الأولمبي للخروج بتشكيل قادر على دخول تصفية الإفريقية من بابها الواسع واللعب بقوة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد لندن 2012.